فوز الاهلي النهارده على سموحه بعد عدم احتساب ضربه جزاء صحيحه لسموحه مليون في الميه، ما فيهاش كلام. نجح الضغط على الحكام يا عم، نجح الضغط على المنظومه. ما هو الاهلي بيعمل الليله دي كلها ليه وحولها قضيه راي عام ليه؟ عشان خاطر الاربع خمس ماتشات اللي متبقيين يحصل اللي حصل في ماتش سموحه، اولهم النهارده اول غيث قطره. اي حاجه على الاهلي ما تتحسبش، اي حاجه على الاهلي نجري نحسبها على طول. هو ده اللي هيحصل في الماتشات الجايه، والايام بيننا ما هي منظومه فاسده، وربنا يطلعنا منها على خير وناخد الدوري بالفساد اللي بيحصل ده. حد يقول لي يا عم فساد ايه؟ ده انا ليا ضربه جزاء في ماتش، حتى لو هي ضربه جزاء الكوره ليها وعليها، انما بتاعت ماتش سموحه بنص القانون وضوح الشمس ضربه جزاء. مدافع الاهلي شاط رجل المهاجم بعد مهاجم ما وصل للكوره، وطبعا ده بنص القانون ضربه جزاء، والحكم حتى ما هنش عليه يروح يشوفها في الفار. يعني حاجه تكسف. وبعد كل ده الاهلي بياخد 3 نقط بعد اداء مزري، بعد اداء يقرف. حتى جمهور الاهلي مش عاجبه الاداء. فوز ب3 نقط وخلاص، خلينا نخلص من هم التعادلات والخسائر اللي احنا مش عارفين نطلع منها دي. لو مشيت صح وبالعدل وبمستوى الاهلي ده، الاهلي مش هيوصل كونفدراليه السنه الجايه والله العظيم. النهارده الاهلي بطلوع الروح عشان يجيب جون الفوز، بطلوع الروح بدعاء الوالدين. لو سموحه شدت حيلها شويه كانت كسبت الماتش. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.